علشان ابقى ناجح لازم يبقى عندي فولورز كتير. كم حد منكم في حد كرييتور معين بيعمل كونتنت بيعجبك وانت مش عامل له فولو؟ ارفع ايدك. اللي انتوا عملتوه ده ترند النهارده. مش لازم يبقى حد عامل لك فولو علشان يبقى مهتم باللي انت بتقدمه. حصل معايا حاجه في رايزب السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش متذكر. وانا ماشي، عارفين رايزب كويس، وانا ماشي في رايزب قابلت 7 8 صحابي في شركات مختلفه وبتاع. كل واحد بسلم عليه بيقول لي نفس الحاجه، يقول لي ايه يا عم الشغل اللي انت عامله على تيك توك ده جامد. فانا ببص، حبيبي التاني حبيبي حبيبي. بعد كده اكتشفت حاجه، كلهم ما بيعملوليش لايكس، كلهم مش عاملين لي فولو. بعيدا ان هم كاصحابي يعني ما يصحش، بس في نفس الوقت هم بيتفرجوا ومتابعين وعارفين انا بنزل ايه. الشاهد هنا ايه؟ ان انت لو حد متابعك مش لازم يبقى دايس لك زرار الفولو، لان دلوقتي انت لو في فيديو عجبك والكرييتور ده نازل فيديو جديد بتلاقيه جالك لوحده اوتوماتيك. انا في سيريز كنت متابعها على تيك توك، مش متذكر بصراحه كان بتتكلم في ايه، كانت 12 فيديوز مثلا، واللي بينزلها بينزل كل يوم فيديو. انا مش عامل له فولو، بس كل يوم لما بينزل فيديو بيجي لي لحد ما اخلص السيريز والجزء ال 12 والاخير، عارف النص من فوق كده، خلاص خلصت السيريز كلها. فابني الاودينس بتاعتك معناها ابني اودينس اللي انت بتستهدفهم جزء منهم يبقوا بيتفرجوا عليك بشكل مستمر ومهتمين باللي انت بتعمله. تاني نقطة هي النقطة المفضلة بالنسبة لي، السوشيال ميديا دلوقتي ريبليس بالتلفزيون. خلاص مبقاش حد بيتفرج على التلفزيون، الناس تتفرج على السوشيال ميديا. طب ليه ما قلتش مثلا نتفليكس ولا هولو ولا اي حاجه تانية؟ يعني وحتى لو كتير، انت محتاج الانتروبي. انا محتاج ادخل اتفرج على حاجه ما بقاش عارف اشوف ايه. يعني احنا بطبيعتنا لو انت عندك ساعه فاضيه، فالساعه دي مش كفايه تدخل تشوف فيلم على نتفليكس، مش كفايه ان انت تروح تتفرج على شو كامل. الساعه دي هتعمل فيها ايه؟ هتفتح تيك توك، هتشوف ايه على تيك توك؟ ما اعرفش، هقلب. انا مش عايز اعرف انا اشوف ايه، انا عايز اتفاجئ اشوف ايه اللي موجود. هل الناس بتحب المفاجاه دي؟ احنا بنحب الراندمنس في حياتنا، بنحب نتفرج على الرياضات المختلفه عشان مش عارف مين اللي هيكسب، بنحب نتابع الاخبار عشان نشوف ايه اللي بيحصل. أنا مش عارف الاقي ايه لما افتح الاخبار. زمان كنت بفتح الجورنال ما اعرفش الاقي ايه، انا عايز افتح حاجه ومبقاش متاكد ايه اللي هيحصل. الانسرتينتي دي مسليه، خصوصا لو الحاجات اللي بتجيلي دي حلوه فعلا. فانت محتاج لما تيجي تعمل فيديو كونتنت تفكر كأن الإعلان بتاعك أو المحتوى بتاعك، لأن إحنا قلنا إن 80% من الشغل مش إعلان، إن الحاجة اللي أنت بتنتجها دي رايحة للناس مكان التلفزيون.